هلو. مبدئيا حاسه انه صار لي زمان كثير ما صورت فيديو هيك احكي معكو، فحاسه انه هيك نسيت كيف نصور، كيف هيك نطلع على الكاميرا وبنحكي. على كل صار لي زمان وانا بفكر اصور فيديو زي هيك، يعني احكي فيه شغلات كثيره، بس ما كنتش عارفه كيف ابلشه او كيف يعني شو بدي احكي فيه، لانه في عندي كثير شغلات بدي احكيهم. فاليوم واخيرا قررت انه اصور. حتشوفونا طلعان لانه مستصعب اطلع على الكاميرا، ما بعرف اذا في ناس زيي ولا، المهم انتوا تعودتوا علي. كمان كنت في الفيديوهات اللي قبل هاي او قبل هذا يعني كنت بصور وبطلع هيك شوي هيك يمين، ما بطلع كثير على الكاميرا. على كل اجا الصيف والصيف يعني اجا وكثير اجا، شكله بده يخلص مش هالدرجة، بس انه اوكي. اليوم فتنا بشهر 7، اليوم 1/7. حاسة انه وانا اخذت، شوفوا هذا الفيديو مبدئيا يعني راح يكون فضفضة، اذا في حدا فاضي بده يسمع حدا فاضي زيه مش فاضية انا بس بدي احكي معكم. المهم شو كنت احكي؟ هذا الفيديو بدي احكي فيه. يعني انا اخذت العطلة، يعني اخر يوم دراسة كان 22/5/2025 واليوم 1/7، يعني صار لي شهر واسبوع 8 ايام هيك شي. وفي هذا الشهر وال8 ايام صار كثير اشياء في حياتي، كثير كثير كثير، بس مش في حياتي الشخصية، يعني بحياتي العائلية ممكن او هيك شي. فخلال هذا الشهر كنت حابة انه هيك اعمل هيك ارتاح، انسى كل الاشياء اللي علي، لانه خلص يعني كنت بخلص دراسة وفي عندي كثير اشياء بدي اعملهم في العطلة هاي، بس حكيت انه اول شهر بدي اخليه راحة. فخلص بحس اني اخذت راحة كفاية، شهر واسبوع، اسبوعين لا اسبوعين لا اسبوع لا 10 ايام اوكي. وقررت انه خلص ابلش انجز، لانه ما كنتش انجز للامانة ابدا. ضليتنا احضر ما مش تيك توكس عشان ما عندي تيك توك. حذفته. متى حذفت التيك توك؟ بسبتمبر 2023، تقريبا سنتين. متخيلين حدا سنتين ما فتح تيك توك؟ فتحت يمكن 4 مرات 5 مرات ماكسيموم، مش في جوالي، في جوال اخوي مرات هيك شوي اقلب، بس كثير مرات قليلة، يعني يمكن سنتين 5 مرات بتذكر يعني المرات. فحذفته يعني لكثير اسباب، انه بيخليني كثير انشغل وانا بديش انشغل هاي العطلة، او حتى العطلة اللي فاتت انشغلت بشغلات تانية بس مش تيك توك، فهمتوا؟ عادي لازم الواحد ينشغل. وكمان شو حضرت كمان ريلز انستغرام كثير، سنابات ناس. طبعا انا هالايام يعني كيف نحكي صيرت بالجزيرية، بالجزائري مش عارفة كيف بتحكوها، كيف نحكي؟ تعرفوا هذا السيار اللي هيك غربلت يعني كل الناس اللي بتابعهم، خليت بس الناس اللي هيك كثير بحب محتواهم كثير كثير. رجعت رنت مالي اليوم مع الكلمات، رنت علي ماما فحكيت معها ورجعت لكم. شو كنا بنحكي يا اخوان؟ انه بس خليت يعني بس الناس اللي بحب محتواهم كثير. فقررت انه ابلش اعمل شغلات جديدة، بما انه اليوم 1/7 واحنا بنبلش دراسة يمكن 15/20/9، يعني ضايل جويي، لا جويي اوت وسبتمبر، يعني شهرين و15 يوم او 20 يوم هيك اشي ضايل. يعني ما شاء الله، حاسه انه في اشي هان. اوكي والله في اشي. اوكي بحس لازم هيك اكون ارزن، انا هيك بحس. انتوا شو بتحسوا؟ كمان بتحسوا هيك؟ اوكي ضايل وقت كفايه ان شاء الله يعني. وكمان السنه اللي فايته عليها هاي السنه توجيهي. اخوان بحس في عندي مشاعر مختلطه، بحس كثير مبسوطه اني حفوت على سنه توجيهي وافوت جامعه بعدين ان شاء الله. بحس اني خايفه انه يعني ما اقدر اوصل للمعدل اللي بدي اياه، خايفه ما احل المشاكل الدراسيه اللي عندي. بس باذن الله راح احل المشاكل الدراسيه اللي عندي. من بينهم عندي اللغه الفرنسيه كثير ضعيفه فيها، عطول علامتي كارثيه، يعني اقل من النص اللي فهمتوا. يعني مثلا احنا بنجيب 20،
انا بجيب مثلا 9 8. انتم متخيلين؟ فكثير علامتي فيها سيئة، لازم احسن حالي فيها. وفي عندي تركيز زيرو، خاصة بمادة الرياضيات فيش تركيز ابدا، بحل هيك بخوف. لازم اتعلم انه هيك اهدي حالي شوي، لانه الجست يعني امتحان مش اشي واو. وان شاء الله احل هاي المشاكل قبل ما نفوت. بس هلا بهذا الوقت بدي هيك افصل مخي شوي عن انه راح اصير توجيهي، وعن انه ايوه. قررت ابلش سلسله جديده على انستغرام. احضروني، بحط لكم هان، المهم بتلاقوه موجود بالشاشه، اسم حسابي، ضيفوني عليه على الانستغرام. بدي اعمل هيك تحديات، واروح على الجيم، واتعلم شغلات جديده واشاركها معكم، لعل وعسى في ناس كمان هيك تتشجع معي ونعمل هذه الاشياء المفيده اللي بدها تفيدنا. اكيد بدها تفيدنا، يعني اكيد بتفيدنا. شوفي اوكي، اكيد بدها تفيدنا يا اخوان. يعني انا كثير في عندي شغلات بدي اعملها، مثلا بدي اصير اروح على الجيم، وبعرف انه الجيم لازم نروح عليه بالصبح، يعني بوقت انه وانا ما بصحى بدري، بس ما بنام بدري، فبصحى الساعه 11 12 الظهر. فمش عارفه كيف بدي اروح على الجيم، بس بدي احاول. لازم اروح على الجيم عشان بدي هيك اعمل شغلات في جسمي واخليه يصير احلى وهيك. وكمان بدي اتعلم انجليزي وفرنسي. زي ما حكيت لكم اللغه الفرنسيه عندي كارثيه، الانجليزيه هيك شوي احسن من الفرنسي. فبدي ادرس انجليزي وفرنسي هاي العطله ان شاء الله. بدي ادرس في مدرسه، وكمان ادرس لحالي اذا قدرت في البيت، مع انه بحس صعب، بس لازم اعمل هيك، ادرس في البيت، عشان بحس انه يكون الواحد يعني في بيتهم هيك ما حيطلع ويلبس هيك يجهز حاله ويروح يدرس شوي بعدين يرجع. اكيد بده يستفاد لما يروح، بس بالبيت كمان ممكن تستفاد اكثر استفاده من انه تروح على مكان او مدرسه يعني تدرس فيها وهيك. وكمان حوشت شوي مصاري الامانه. حاسه حالي قاعده مع اختي، او مع انه ما عنديش اخت، بس انه اوكي، حاسه حالي قاعده مع خالتي هيك بنسولف، حوشنا مصاري وبدنا نعمل هيك وهيك. اوكي، حوشت شوي مصاري طول هاي الشهور اللي فاتت. من بداية السنة كان كل ما ابوي يعطيني هيك مصروف او شيء بخبيه بحطه. اشتريت حصالة، في اخر الفيديو ذكروني اجيب لكم الحصالة تبعي. كل ما بتحطي مصاري هيك بتشطبي انه دن. فلميت يعني مبلغ حلو نوعا ما، عشان هاي الايام، ايام العطلة، عشان بدي اجيب كثير هيك سكين كير. مع انه ابوي بيعطيني مصاري اجيب لبس واواعي وسكين كير وشغلات هيك حباها، بس نفس الوقت عطول الواحد بيحتاج اكتر. يعني عن نفسي بحب المصاري، كلنا بنحب المصاري، شو هالحكي يعني، حدا بيحبش المصاري؟ ما في. اوكي، فان شاء الله بدي اصور لكم، بس اطلع لبرا يعني عشان اروح ادرس. بدي اصور لكم كيف اتطور، بدي اصور لكم وكيف كيف شو كمان لما اروح اجيب اواعي. مع انه في عندي رهاب اجتماعي من التصوير برا يا اخوان. انا اجتني فتره بحياتي فيديوهات قبل، خاصة الفيديو تبع انه لما رحت اجيب اواعي العيد، تبع العيد عيد الاضحى، لا الفطر، عيد الفطر هاي السنة قبل شهور. صورت عادي برا، يعني الناس هيك بتطلع علي او عادي يعني، وانا بصور في الاواعي واصور انه بدي اقيس هاي واقيس هاي. فجأة بدون سابق انذار صار في عندي رهاب اجتماعي، بطلت اقدر اصور قدام الناس برا. فبحس انه شو صار، لازم ارجع زي ما كنت، ضروري. اوكي، ومن الشغلات الكثير مهمة اللي ان شاء الله اقدر اعملها هاي السنة، هي بدي احفظ قرآن يا اخوان. والله كثير بحب هيك لما بشوف بنات حافظات قرآن وصور طويلة، بحس هيك هيك مو خيبة امل، لا فيني، انا بعرف انه بقدر اعمل هيك، بس بحس انه سيرين انه انت ما بتختلي حالك، بتضلك طول اليوم تعملي سكرول على الريلز انستغرام او على سناب شات او وات ايفر، وفيكي تروحي هذا الوقت هيك تقرأي كلام ربنا، تتعلمي شغلات حلوة في القرآن، طبعا في الدين. بحس انه ديننا الاسلام كثير حلو، بحس اني اخذت منحنى اخر، بس انه اوكي. بحس انه الدين الاسلام تبعنا كثير حلو وكثير ملفت وكثير بديش افتي، بس كثير هيك بشدك انه تعرف شغلات،
انه تعرف قصص انه هيك معجزات وناس كيف تحولت وتغيرت، ويعني هيك شغلات حلوة. اكيد فهمتوني، وصل الشعور انا عارفة. فان شاء الله بدي هيك اتعلم اقرا قرآن اكثر واثقف دينيا اكثر، لانه هذا اتوقع انه كلنا بيكون في عندنا هذا الشعور، خاصة لما الواحد يكون يمر في فترة سيئة أو صعبة. خلينا نحكي عشان مش سيئة، صعبة، عشان الواحد يتعلم من الصعب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها طبعا. فأي شخص بيمر في أي شيء سيء أو صعب في حياته أكيد هو بيتعلم منه. فتتذكروا لما نكون هيك بفترات الحزن كيف هيك بنروح لربنا وإنه يا رب بترجاك إنه أنا نفسي في هذا الإشي، أو إنه يا رب بكرة في امتحان إنه أنا ما هيك ما أتوتر ما أخاف، يا رب وفقني، يا رب أنا كثير تعبت ودرست وهيك هيك بترجاك كون معي عيني. فبحس علاقتنا مع ربنا في وقت الحزن والتعب والإرهاق بتكون كثير قوية، فأنا بدي أحافظ عليها حتى وأنا مبسوطة. المفروض يعني نحافظ على علاقتنا حتى وإحنا نكون مبسوطين، ما نعصي ربنا. بعرف إنه كلنا هيك بنسمع أغاني، قلت لكم الفيديو راح لمنحنى ديني بحت، شو مالي. أوكي بدي أكمل أي فكرة ونغير. شو كنت بحكي؟ إيه نسيت. إيه شو كنت بحكي؟ رجعت الفيديو لورا اوكي لورا. وعرفت انه شو كنت بحكي. حكيت لكم انه كنا يعني بنسمع اغاني وبنلاقي اغاني على الريلز وعلى السوشيال ميديا بصفه عامه، فالواحد هيك بحاول يقلل بنظف هيك جواته. فخلص بعرف طولت بالحكي كثير. احكوا لي اذا بتحبوا سوالفي عشان احكي. تخيلوا ما تحبوا سوالفي، والله لا اقعد اعيط لحد ما اموت عياط. عيد الشر علي، بس انه حبوني يعني حبوا سوالفي. شوفي اوكي ما حكيت شي طبعا. ايوه اخر شي بدي احكي فيه، عندي غمازه اذا ما انتبهتوا كارثه. كنت اركب اظافر، شوفوا مش احنا قراب من بعض فبدي احكي الصراحه. كنت اركب اظافر قبل ما اصور، بس نسيت، والله العظيم نسيت مجهزه الاظافر ومجهزه كل اشي. لما وصلت لاخر يعني هذا المقطع من الفيديو اكتشفت انه سيرين مش كنتي راح تركبي اظافر بتلبق مع اللبس لانه فيها ابيض وازرق وهيك، ليه ما ركبتي؟ بعدين حسيت انه نسيت. فانتوا بنات بليز اعتبروني مركبه اظافر، اوكي عادي مشوا لي المره الجايه ان شاء الله بركب. ايوه فاخر اشي بدي احكيه اشي كثير مهم والله، بعيدا عن المسخره اللي كانت بتصير هالقيت، لانه بحس حالي انه كثير بطلع عن الموضوع. اكلن خلونا نوقف انه نفيد الناس وخلونا نبلش نفيد حالنا. امانه حدا يسطر لي عليها بالخط العريض. خلونا نبطل نفيد الناس ونلتفت لحياتنا ونفيدنا احنا، ونعمل احنا شغلات اللي بدنا اياها واللي نحلم فيها واللي بدنا نوصل لإلها. انتوا هلقيت لما تحضروا مثلا حدا، اكيد ما بحكي لكم ما تحضروا، كنا بنحضر على السوشيال ميديا، بس خلوا الوقت الاكبر لنفسكم مش للناس. عشان انت مثلا لما تحضر شخص على تيك توك او على انستغرام او على اي مكان يعني بتحضر وبتكتب كومنتات وهيك وبتشير وما بعرف شو بيعملوا هاي الشغلات، عم بتفيد شخص ثاني. ومخلي حياتك نفسك تعمل فيها كثير شغلات بس ما عم تعمل. فخلص سيبونا من الناس وخلنا نشوف حياتنا ونطلع في حياتنا اكثر. فزي ما حكيت ان شاء الله اذا حابين انه انا اخذكم معي بهاي الفتره، لا شو الفتره، رحله، ايوه الرحله فتره نفس الاشي، بهاي الرحله الصيفيه اللي حتكون حلوه ان شاء الله. بدنا نعمل فيها كثير شغلات مفيده ان شاء الله. عشان كل عطلة ما شاء الله تبارك الرحمن بحكي انه بدي افيد حالي بس ما افيد حالي، اقضيها نوم واكل وشرب وبحر اكيد بحب البحر كمان، هاي راح اقضيها بحر. trust me ما بقدر انا كل اشي الا البحر، بموت في البحر. بس مع انه ما بعرف اسبح بس بحب البحر. هيك بروح على البحر اقعد اشم ريحة البحر، ما بعرف هيك بحب البحر بيعطيني طاقة ايجابية. فبدي اخذكم معي في هذه الرحلة ان شاء الله، وبتمنى كلنا نلتفت لحياتنا ونسيبنا من حياة الناس.
مش حياة ناس انه شو بتعمل اللي بيقربونا. ممكن في ناس، مع انه انا ما بيهمني ابدا الناس اللي بتقربني شو بتعمل، تخيلوا، او انه ما بيهمني، مش بتقربني مثلا بالدم هيك، الناس اللي بعرفها فهمتوا بصفة عامة ما بيهموني شو بيعملوا في حياتهم. اكيد بفرح للناس اللي بشوفها بتنجح وهيك، بس انا اكثر اشي بيهمني في حياتي هو حالي. فبتمنى النجاح الاكبر يكون لإلي، فهمتوا؟ ايش نكذب على بعض، حتى لو ما كانش لإلي هالقيت، ولا بعدين ولا بعدين ولا بعدين، بعدين ممكن يكون لإلي يوما ما. بس اكيد احنا ما في عنا لا حسد ولا غيره، كل الناس خير وبركه زي ما بتحكي امي وخالتي. حكيت لكم حس حالي امكم. آه. اوكي، كل الناس خير وبركه، وكل الناس ان شاء الله هيك تعمل شغلات اللي بدها اياها وتوصل للشغلات اللي بدها اياها، خاصه البنات. خاصة البنات بحبكم، بتمنى كلكم هيك تكونوا سعيدات وفرحات. فرحات؟ فرحين؟ لا فرحات. فرحة فرحات، ايوه صح، ايوه. المهم كمان اشي بدي احكيه صغير، انا ليش ما كنت عم اصور؟ تخيلوا، امانة والله، واحدة ايوه، واحدة فيكم تتخيل انا ليش ما كان هاي الفترة بدي اصور وضليتني ااجل؟ بحكي لك حبيبتي ليش ما احكي لك. لقيت انا جوالي اللي عم بصور فيه ايفون 14 برو ماكس، فانا ضليتني من فتره احكي لماما انه بدي اجيب كاميرا، بدي اجيب كاميرا ماما خليني عشان اصور شغلات وصور وهيك ونطبعهم ونخليهم، نطبعهم اوكي، حسيت الكلمه غريبه، ونخليهم يعني ذكرى وهيك. وهي بتحكي لي انه سيرين صوري بجوالك، صوري بجوالك. بس حكيت لي انه معلش بنجيب كاميرا. فحسيت انه سيرين يعني سيبينا هسه من الكاميرا لانها مش اولويه، وفي عندي بشو اصور، في عندي كثير اولويات، يعني هيك اولويات بتفوت انه انا اجيب كاميرا، فهمتوا؟ كثير اشياء بدي اجيبها واعملها. يس، بس هيك يعني حبيت احكي لكم انه بلشوا بالاشي اللي انتوا عندكم، بلشوا بالاشي اللي انتوا فيه، يعني ما تستنوا حتى تعملوا اشي معين عشان تبلشوا. هذه نصيحة أنا قبل ما أصور هذا الفيديو كنت محتاجة حدا يحكي لي إياها، فذكرت حالي فيها والحمد لله يعني قمت صورت. وكمان بدي أجيب مايك بحس عشان الصوت يكون أوضح، وبدي أجيب إضاءة. هدول يعني أولويتهم أو أهميتهم تفوق أهمية الكاميرا. وشو كمان يا إخوان، عدت يجي يوم سيبكم من هذا المنظر يا إخوان. أنا سكرت باب السيارة على إصبعي، تخيلوا، اقسم بالله. اتوقع اني حكيت لكم الموقف هذا، معلش المره الجايه ان شاء الله فيديو تاني ذكروني بتعليقات احكي لكم قصه اظفري، كيف تسكرت علي باب السياره وشو صار بعدها. ولي اوكي بديش افضح حالي، لا تحكوا لي، احكي لنا بليز، نو بنات نو. فاخر اشي بدي اصور لكم الشغلات اللي راح اعملها بهاي العطله، حتى لو ما حدا حضرني عادي بدي اصور، يمكن يوم ما حدا يكتشفني، يعني الموهبه المفقوده ويحضرني. اوكي سيرين لازم نكون اكتر رزانه. اوكي بمزح على فكره، انا بحب اني امزح يعني. حكيت لكم راح نكون مع بعض في هاي العطله ان شاء الله. سيبكم من الشغلات التافهه، من الشغلات اللي ما راح تفيدكم، سيبكم منها، استهدوا بالله. بعرف انه ممكن يكون صعب انه شخص يتخلى على شغلات بيحبها، بس هيك ارحم حالك، اعتبري نفسك بنتك الصغيرة. هل راح تقبلي انه شخص معين يضل يأذيها وما يخليها تتطور في حياتها؟ اكيد لا. لما تشوفيها كثير متعلقة بهذا الشخص او بتحبه مثلا، مثال، شو بدك تتصرفي معها؟ اكيد ما راح تعنفيها او انه غصب بدك هذا الشخص اطلع لك، او هذا الموقف او هذا الاشي اشيل لك اياه من حياتك عشان انا بعرف مصلحتك. انت برضو بدك تحسي فيها، صح. فنفس الاشي حسي بحالك، يعني خلي حالك زي بنتك، انه ما هيك، حاولي كيف تمشي معها، اللي هي انت اللي هي بنتك الصغيرة، تمشي معها خطوة بخطوة خطوة بخطوة عشان هي تكون احسن وافضل حال. حبيها كفاية. بس والله بحس اشرب مي لانه عطشت. واحكوا لي اذا حبيتوا هذا الفيديو، بعرف انه طويل، يمكن طويله يمكن لا، مش عارفه قديش صورت، بس انه اوكي ما علينا. لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام وعلى السناب شات، هدول بس اللي عندي، تابعوني عليهم عشان تشوفوا يومياتي اكثر على الانستغرام. بنشر يومياتي، بنشر الشغلات اللي بجيبها جديده، ممكن هيك تاخذوا افكار، تنسيقات ملابس هاي الصيف، لانه بدي اعمل شغلات حلوه ان شاء الله.
وافكار يعني وهيك وتحديات منيحه. بدي هيك نصير احسن نسخه من نفسنا وبس. والله love you guys and bye. وديروا بالك، مش عارفه ايش صار معي اليوم. ديروا بالكم على حالكم، ايوه، عشان انتوا اهم شيء بالحياه. وباي. اكتبوا لي كومنتات حلوه امانه عشان هيك اشوفها وتطلع عندي الطاقه، لا شو الطاقه الايجابيه، افرح. المهم تطلع عندي دوبامين اللي هو هرمون السعاده. اتوقع تخيلوا ما يكونش هرمون السعاده، لا عارفه انه هرمون السعاده. شوف فيه. باي.